هو انت تفتكري كل ما ترضعي ابنك اكتر يبقى احسن؟ الحقيقه ان الرضاعه الكثير ممكن تضر الطفل وتوصله لالتهاب رئوي من غير ما تاخدي بالك. تابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي ازاي ان الرضاعه الكتير ممكن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وتضره. الرضاعة الطبيعية أو الصناعي هي الغذاء الأساسي للطفل في أول 6 شهور، بس لازم تكون بكميات مناسبة ومرتبة وعلى مسافات متباعدة. لو الأم بترضع طفلها كل ما يعيط أو عدد مرات كتير، أو بترضعه وتديله كميات كبيرة فوق طاقته، بيحصل ارتجاع في اللبن واللبن بيرجع من المعدة للمريء، وأحيانا القصبة الهوائية. اللبن بيدخل مجرى التنفس بدل المعدة، وده ممكن يسبب كحة شديدة أو شرق. لو الموضوع اتكرر كتير، اللبن بيهيج الرئه وبيسبب نزلات شعبيه والتهاب رئه وارتجاع. ايه هي الاعراض اللي تخليكي تقلقي؟ كحه متكرره يا بعد الرضاعه يا اثناء الرضاعه، صعوبه في التنفس ونهجان، ارتفاع في درجه الحراره، رفض للرضاعه تام، نزول في الوزن، وده بالذات اكتر نقطه تركزي فيها. طب ايه الحل؟ لازم اول حاجه الرضاعه تكون بكميات مناسبه وعلى مسافات متباعده كل ساعتين او 3. لازم الطفل يكون في وضع مستقيم عشان يقدر يرضع، او في زاويه 45 درجه. وبعد الرضاعه وفي وسط الرضاعه لازم تكرعي الطفل كويس. ولو حصل شرقة أو كحة لازم تراجعي طبيب الأطفال الخاص بيكي فورا. ودايما كل حاجة معتدلة هي الصح، لا زيادة تضر ولا نقص فيه. لو شايفة أي أعراض على ابنك مقلق بعد الرضاعة ما تستنيه، روحي لطبيب الأطفال فورا.